نبدأ مع الدوري الإيطالي، عليه أسئلة كتيرة جدا، وأغلب الأسئلة من عشاق اليوفنتوس اللي عندهم يعني بعض أيوة. الأسئلة. أولا يعني رؤيتك اليوفنتوس في هذا الموسم بدون مهاجم صريح، هل البعض بيتحدث عن دوري الأبطال وحظوظ يوفنتوس فيه؟ هل 3-5-2 ناجحة أكتر مع الفريق، والنقاش الأكبر هو عن الكالتشوس كوميسي وإبعاد كونتي؟ هل شايف أن اليوفنتوس ظلم في هذه القصة، أم اليوفنتوس لم يظلم في قصة الكالتشوبولي أو الكالتشوس كوميسي؟ نقطة نقطة كده، ما اعتقدش ان انطونيو كونتي ظلم، لان طبعا طالما اثبت عليه من المحكمة الرياضية الإيطالية او من مهم. المحكمة المختصة بموضوع المراهنات، اعتقد ان كان المفروض كمان عدم إدارة التدريب. انا ما بقولش ان هو ظلم، لان ظلم طالما اثبت عليه فهو ليس مظلوم. يمكن من قراءة الجيدة ومتابعتي الكرة الإيطالية ان في صخب كبير جدا حتى بين انطونيو كاسيانو في الفترة الأخيرة، ممارسته حتى زي من مدير الفني لنادي روما وموراتي اعلنوا في فترات كتيره جدا ان ممارسه انطونيو كونتي للعمل التدريبي وهو موقوف من قبل الاتحاد الايطالي او من بعد الاداره بالمراهنات، ده في شيء من انواع المعامله غير بالمثل بالنسبه للنادي اليوفنتوس. ولكن مهم. طبعا انطونيو كونتي يبقى من المدربين الممتازين، اثبت حاله كبيره جدا، عمل امكانيات ممتازه. يمكن مدير الفني الوحيد في الكره الايطاليه الموسم الماضي الذي لعب بكل خطط وطرق كره القدم لما يمتلكه مجموعه لاعبين. ده بالنسبه لانطونيو كونتي. النقطه الثانيه تمام. اللي يعني انا بتتكلم انا عليها حته بس الاهداف. قبل ما طب ننتقل لليوفي فنيا، يعني البعض بيقول ان هناك حاله من العداء بين الاتحاد الايطالي وبين يوفنتوس، لان يوفنتوس رافع دعوى قضائيه ضد الاتحاد بسبب سحب منه اللقب وسقوطه للدرجه الثانيه، والدعوى القضائيه قد تكلف الاتحاد الايطالي 400 مليون يورو. اذا فاز اليوفنتوس بهذه الدعوى، الاتحاد الايطالي قد يفلس، فعشان كده هناك بعض آه العداء. ما اعتقدش. لا خالص، العداء في اوروبا مش موجود، والعداء بالنسبه للاتحادات الاوروبيه مش موجوده. الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الايطالي لديه اشخاص محترفين يعملوا بشكل احترافي كبير جدا. المشكله اللي موجوده ما بين نادي اليوفنتوس في الحاله والاتحاد كره القدم، ده مشكله ممكن تكون مشكله لبطوله 2006 فقط لا غير، اللي كان فيها مانشيني الانتر مهم. وتم احتزازها على الترابيزه بالنسبه لنادي الانتر، واخذت من نادي اليوفنتوس بعد ثبوت المراهنات ونزول اليوفنتوس للدرجه الثانيه او الثالثه كمان. عشان كده اتصور ان العداء ما فيش عداء خالص، ولكن في قوانين وفي لوائح الكل بيحترمها. لو كان في عداء ما اعتقدش طبعا بعد ما المحكمه اقرت 10 شهور يرجع انطونيو كونتي بعد كده بقى المجرد لغايه 25/12 فقط لا غير العقوبه بتاعته. ما اتصورش ان العداء ده ممكن يكون متواجد، ولكن هي قوانين ولوائح تطبق على الانديه الكبيره مهما كانت اسمها وامكانياتها وتحقيق البطولات وحجم انفاقها وحجم اللعيبه المتواجدين عندها. ما اعتقدش ان هناك في معامله في تفريق ما بين نادي صغير زي كاتانيا او كاليرو زي نادي اليوفنتوس. هي مهم. دي كره القدم، هو ده مفهوم كره القدم اللي المفروض يصل الى المنطقه العربيه والدوله المصريه وكره القدم المصريه. واذا وصل هذا المفهوم اتصور ان مصر ستختلف تماما في كره القدم. ولكن احنا عندنا المجامله الصارخه متواجده لبعض الانديه الكبيره جدا. مهم. هناك لا يحدث هذا، ممكن يكون مجامله تحكيميه، ولكن خطا. طبعا انت عارف الحكام بشر، ومن السهل او عادي جدا ان يخطئوا في المباراه. اوكي، لما ندخل في الامور الفنيه، يعني يوفنتوس ب 3-5-2 هذا الموسم، يعني مستمدا من الموسم الماضي بعد 4-1 تحولت الى 3-5-2، عدم وجود مهاجم صريح في اليوفنتوس. هذه الطريقه توصل اليوفنتوس الى ايه كابتن خالد؟ يعني في الكالتشو الامور سهله، ولكن في دوري الابطال هل قادر اليوفنتوس على الفوز بدوري الابطال هذا الموسم؟ لا يعني يفوز بدوري الابطال لا، لان طبعا دوري الابطال بيحتاج الى دكه بدلاء لا يمتلكها نادي اليوفنتوس في الوقت الحالي. ده مهم. رقم واحد. بيحتاج الى بعض اللعيبه اللي عندهم امكانيات او فكر دوري ابطال اوروبا، ده موجود في 3 4 لعيبه في اليوفنتوس فقط لا غير، اندريا بيرلو بوفون، والباقي ما اعتقدش انه عنده خبره دوري ابطال اوروبا في النفس الطويل والامداد الطويل جدا. مهم. نفس الموضوع اللي اتكلمت عليه حته رؤوس الحربه. تصور نادي اليوفنتوس السنه اللي فاتت كسب الدوري الايطالي، ومن قائمه لعيبه اليوفنتوس 21 لعيب احرزوا هدف. ما معناه ان اليوفنتوس لا يلعب فقط على راس الحربه. صحيح 3-5-2 او راس الحربه المفروض يكون متواجد في نادي اليوفنتوس على غرار دي دروجبا او لورينتي اللي هو نجم اتلتيك بلباو او احد اللاعبين الكبار اللي يقدر يخلص ويترجم اللعيبه. ولكن في رايي الشخصي ان السنه اللي فاتت اليوفنتوس تغاضى عن هذا الموضوع
بامكانيات فنيه موجوده في وسط الملعب، من فيدال، من ليشستاينر، اندريا بيرلو، ماركيزيو في الكرات اللي بتعمل سقطه، وبيلعب بعض اللعيبه اللي هم عندهم امكانيات فنيه عاليه جدا، وحتى الدخول وسط الملعب لخط ال 18 ادى امكانيه وفعاليه كويسه جدا. عشان كده الدليل على هذا ان اليوفنتوس زي ما قلت لك 21 لعيب من اصل قائمه اليوفنتوس احرزوا اهداف الموسم الماضي. النقطه اللي جايه بس هي نقطه صعبه. اليوفنتوس في المباراه الاخيره امام لاتسيو المره الوحيده اللي لم يحرز فيها اهداف في غيرات كل مباريات الموسم الماضي والموسم الحالي، حتى في دوري ابطال اوروبا في كل مباراه احرز اهداف. ارجع للتاريخ او المشوار هتلاقيه احرز اهداف. مباراه لاتسيو الاخيره ما احرزش اهداف، فبدات نغمه راس الحربه او كلام من ده. واعتقد ان تشيلسي في رحله لبعض اللاعبين في المباراه السابقه بتاعت ويست بروميتش والخساره كان مركز اكثر انه يصل الى الدور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا، ولكن اتصور ان يوفنتوس يمتلك وسط ملعب قوي، يمتلك ثلاثي دفاع على افضل ما يمكن، اقوى ثلاثي دفاع موجود في الكره الايطاليه، يمتلك حارس مرمى امكانياته عاليه جدا. مشكله راس الحربه ستحل في شهر يناير، ولكن زي ما قلت لك وسط الملعب لديه دور كبير جدا بتاع اسيموا بإيزلا المنضمين من نادي اودينيزي. عشان كده اعتقد يوفنتوس قيمته وقوته الحقيقيه في قوه خط دفاعه ووسط ملعبه في احراز الاهداف. تمام. كابتن خالد، في يناير المهاجم اللي شايفه اقرب ليوفنتوس او الافيد ليوفنتوس ديدي دروجبا رقم واحد. ديدي دروجبا اولا اذا كمل اليوفنتوس في دوري ابطال اوروبا هو الوحيد القادر انه يلعب في دوري ابطال اوروبا، لانه لم يمارس اللعب في البطولات الاوروبيه اليورو ليج ولا دوري ابطال اوروبا. ثانيا ديدي دروجبا من اللاعبين اللي بقاله 34 سنه، شفته في المباراه الاخيره امام النمسا عمل مباراه من اقوى ما يمكن في اول نزول الملعب بعد يمكن الشوط الثاني. اعتقد لاعب عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، عنده خبره دوري ابطال اوروبا، عنده خبره احراز الاهداف، عنده رغبه وعزيمه قويه جدا، عنده ستايل راس الحربه الحقيقي. اعتقد ان ديدي دروجبا كمان ظلم حقيقي هذا الموسم في عدم حصوله على لقب افضل لاعب في اوروبا، لانه كان يستحق ان يكون افضل لاعب في اوروبا. هو الوحيد اللي استطاع ان يحقق لقب دوري ابطال اوروبا لتشيلسي الموسم الماضي. عشان كده اعتقد ان دروجبا رقم واحد في دماغ اليوفنتوس، وهيخطئ كتير جدا اذا كان ماروتا او انيلي في عدم التعاقد بدروجبا. ولكن كل الصحف الايطاليه في الوقت الحالي بدات تفرض صفحات كبيره جدا على دروجبا، على تاريخه، على مشواره، على امكانيات اللعب ووصوله كمان للمستوى عالي جدا. ده ممكن يدي دفعه كويسه لليوفنتوس اذا وصل باذن الله الى دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا. يبقى على فكره هتبقى من النقاط المهمه جدا لليوفنتوس في النواحي الهجوميه اللي يقدر يتعامل فيها مع لاعب زي كوالياريلا، زي لاعب زي بوشنيتش اللي يمكن حتى الان عنده علامه استفهام على ادائه. جوفينكو نفس الموضوع، فانا شايف ان يبقى اضافه كبيره جدا لدروجبا. تمام. نتحول للميلان، ويعني الكل مسخط على بيرلسكوني، لانه بيرلسكوني باع تياجو وباع إبرا ب60 مليون يورو من اجل يعني دفع الضرائب وديون النادي وما الى ذلك. ثم عاد بيرلسكوني وقال انه هو قادر على اعاده الميلان خلال ميركاتو واحد، وكأن الامور سهله جدا وكأنه لا يمتلك ديون، وقال انه يناير موجود والميلان سيدعم في يناير. تصريح غريب كابتن خالد. هو الكلام اللي اتقال كتير جدا الفتره اللي فاتت محمد، كلام اتقال ان في شركه خطريه داخله لشراء نادي ميلان. الكلام او الترابيزه بتقول ان 30% بيرلسكوني عرض فقط لا غير 30%، لانه لن يستطيع ان يتخلى عن نادي ميلان، وخاصه نادي ميلان زي ما بيرلسكوني عمله في الامور اللي هي البطولات. راجل احرز 25 بطوله منذ ان تولى اداره الميلان في سنه 86 احرز 25 بطوله. اعتقد ان ده رقم قياسي بالنسبه لرئيس نادي، ولكن هو من فعل بيرلسكوني ايضا في حته رئاسه الوزراء، في الدخول للسياسه، في عمل اسم بيرلسكوني من رجل اعمال عازف جيتار على احد المراكب ويمكن يصبح رئيس الوزراء. اعتقد ان ده كان شيء مميز جدا. النقطه الثانيه ان طبعا ال 30% قطر مش عاوزه، الشركه القطريه عاوزه 70% من قيمه الميلان، وهذا ما لا يرضي لا سيلفيو بيرلسكوني ولا باربرا بينتو ولا حتى ادريانو جالياني رئيس النادي الحالي. عشان كده اعتقد ان الميلان بيحاول ان هو يستقطب بعض اللاعبين في الفتره الشتويه، ولكن الانفاقات التي سيتم انفاقها للميلان لا تزيد عن 20 مليون يورو ان لم يكن 15 مليون. انا اعلم ماذا يفعل بيرلسكوني. اولا هو يحاول تقليل معدل المصروفات والانفاقات
السنوية للفريق. ثانيا معدل العقود بالنسبة للاعبين. ثالثا هو مديون بشكل كبير جدا بالنسبة للكرة الأوروبية. وهناك ليجي أو قانون من 2014 ل 2017 ليجي اسمه ميشيل بلاتيني بيقول إذا ما كنتش متعادل في الميزانية بتاعتك على مستوى دولتك لن تلعب في دوري أبطال أوروبا ولا لن تشارك في اليوروليج أي بطولات أوروبية. عشان كده أعتقد التخلى عن زلاتان إبراهيموفيتش يعني جاب له امور ماديه كتير جدا واثر في النواحي الهجوميه، ولكن المرحله اللي جايه لبرلسكوني والميلان هو اللعب على قطاع الناشئين واللعب على اللاعبين الصغار الصغن، منهم اللاعب ستيفان شعراوي اللي بيقدم موسم. النهارده عملوا تقرير في جازيتا ديلو سبورت على ستيفان شعراوي وعن زلاتان ابراهيموفيتش في الميلان. قال لك ان بدايه ستيفان شعراوي في نادي الميلان اعلى بكثير جدا من بدايه زلاتان ابراهيموفيتش مع نادي الميلان. هناك فرق طبعا شاسع ما بين اثنين لاعبين. زلاتان من اللعيبه الكبار اللي اثبت كفاءه جدا على مستوى العالم، ولكن يتوقع في الفتره الجايه ان ستيفان شعراوي هيكون من افضل واحسن واعلى اللاعبين اللي موجودين في الكره الايطاليه بامكانياته وفنياته العاليه جدا. كابتن خالد، يعني قبل ما نغلق ملف الميلان، هل لو كان هذا هو موسم الانتخابات في ايطاليا كان بيرلسكوني هيتصرف بنفس الطريقه؟ ده تختلف عن ديت. انا ما اعتقدش. لا، خد بالك حصل مشكله كبيره جدا مع اولترس الميلان بدايه السيزون بعد اعتراضهم على تياجو سيلفا وعلى زلاتان ابراهيموفيتش، واعترضوا عدم وما كانوش بيروحوا الملعب واثروا على الميزانيه مداخيل الملعب او استاد السانسيرو بالنسبه للميلان. وتم اجتماع ادريانو مالياني واليجري وكابتن النادي الميلان امبروزيني باولترس نادي الميلان، واجتماع كبير جدا. وبعد كده عادوا الجميع مره ثانيه، واعلن برلسكوني انه في حاله اعتراض كل جماهير الميلان هو على استعداد لعوده قيمه الاشتراك السنوي اللي بيشتركوا بيه عشان دخول السانسيرو. وده كان كلام برضو يعني رد على الاولتراس اللي هم بيحب نادي الميلان، ما بيحبش اشخاص في الميلان. فعشان كده اعتقد ان الامور بعيدا عن السياسه زي ما قلت لك على القانون الاوروبي القادم الذي سيجبر على كل الانديه الاوروبيه وكل الانديه الايطاليه اللي هي مديونه ان هي تقدر تحاول تعدل ميزانيتها في الفتره اللي جايه من 2014 ل 2017 للاشتراك في دوري ابطال اوروبا اللي بيجيب اموال كثيره جدا للاشتراك في اليوروليج حسب قيمه كل نادي. يمكن نقطه بالنسبه كمان للديون، البرشلونه مديون وتغير دلوقتي من قطر فونديشن القطريه الخطوط القطريه الجويه، خدوا الفريق من 2014 ل 2017 هيدفعوا 170 مليون يورو. يعني في امور كتير جدا وانديه مديونه، والدليل على هذا ارجع لانفاقات الريال الموسم الحالي، ارجع لانفاقات برشلونه الموسم الحالي، هتلاقي نفس المعادله ونفس الموازنه من 205 او 220 مليون يورو في السنه الى مبالغ اقل 60 او 50 مليون يورو، وده رقم لا يضاهي امكانيات الريال ولا برشلونه. لكن معظم الانديه الكبيره جدا مديونه، عدا الارسنال عدا البايرن ميونخ، دي انديه بتختلف خالص وبتسبح في تيار لوحده بالنسبه للمكاسب الماديه السنويه. اوكي، ننتقل الانتر بعد ان اقصى يوفنتوس والحق بيه اول الهزيمه، ما عدا من هزم امام اتلانتا، تعادل مر مع الكالياري. الانتر على سطر بيسيب سطر يا كابتن خالد. هي المشكله ان الانتر يعني اولا سترامشوني كمدرب عمل انجاز كبير جدا، الانجاز ان هو حقق 10 انتصارات متتاليه يمكن ما عملهاش اي مدرب بالنسبه للانديه الايطاليه خارج ملعبه، وده كان بالنسبه للانتر تحديدا يعني، واداله دفعه كويسه جدا واداله امكانيات كويسه جدا. بدانا نخش في تغيير الخطه من 3-5-2 ل 4-4-2 ل 4-2-3-1، يمكن شتتت بعض اللعيبه، بالاضافه ان الانتر اللي يمتلك خط دفاع قوي جدا زي اليوفنتوس يمتلك خط دفاع اقل بكثير جدا. قوه نادي الانتر تكمن في وسط ملعبه ورؤوس الحربه، الذي لا يمتلكه اليوفنتوس من رؤوس الحربه يمتلكه نادي الانتر، والذي لا يمتلكه الانتر من خط دفاع يمتلكه نادي اليوفنتوس. عشان كده اعتقد ان المفارقه صعبه جدا وغريبه جدا، ولكن الانتر بيلعب زي ما انت قلت على سطر ويسيب سطر، ولكن في النهايه اعتقد الانتر الاقرب من باقي الانديه المتواجده على المنافسه بالنسبه لامكانيات فنيه عاليه جدا. المشكله الوحيده اللي تبقى في الوقت الحالي هو الاستغناء عن ويزلي شنايدر، ولا مش هيستغنى عنه. في كلام من الفتره الشتويه سيرحل، في عرض من انجير روسي اللي خد سامويل ايتو بحوالي عن 30 مليون يورو. الانتر بيفكر جديا في رحيل شنايدر، لان الطريقه التي ينتهجها
ستراماتشوني في الوقت الحالي كمدير فني من طريقه مختلفه خالص عن طبيعه امكانيات ويسلي سنايدر، ممكن يتخلى ويرحل الى نادي انجي او اي نادي اخر ويزن من اللاعبين الكبار جدا. وبعد ال 30 مليون يورو ده ممكن يستقطبوا بعض اللاعبين اللي عندهم امكانيات كويسه جدا تزيد. طبعا انطونيو كاسانو كان اضافه بالنسبه لنادي الانتر السنه دي، ميليتو راجع لمستوى العالي جدا. شايف انت برضه لعيبه اطراف ملعب بالنسبه للانتر ممتازين جدا، عشان كده اعتقد ان الانتر في الطريق الصحيح بمعدل صغر سن اللاعبين، بامكانيات فنيه عاليه جدا لبعض اللاعبين في الخط الامامي وفي نص الملعب. اعتقد ان الانتر قادر على المنافسه على الدوري مع فريق ليون. يعني كابتن خالد برضو قبل ما اغلق ملف الانتر انطونيو كاسانو، لانه الحقيقه كاسانو من اللعيبه الغريبه جدا. يعني بدايه مشواره مع روما ثم راح لريال مدريد، فبدا تحصل خلافات بينه وبين كابيلو وما بين توتي. بعد الريال عاد الى السامبدوريا، مشاكل مع رئيس النادي. الميلان بدا جيد ثم بعض المشاكل، وكل فريق بيروح بيقولوا ان ده اقصى احلامي، وفي الاخر في الذهاب الى الانتر. وجالياني تحدث للانتر وقال يعني اجلا ام عاجلا سيسبب كاسانو المشاكل الانتر. والله بص، هو طبعا هو لانه على فكره كاسانو يطلق عليه في ايطاليا من اللاعبين اللي عندهم صراحه كبيره جدا، ودي مزعله ناس كتير جدا منه، مزعله كمان بعض المدربين وبعض النقاد وبعض الرياضيين. كاسانو من اكتر اللاعبين اللي بيتكلم بصراحه شديده جدا، وبيتكلم هو حاسه وشايفه في كل ده. انه يقول ان كل نادي اقصى طموحاته واقصى احلامه، يعني اعتقد ان زلاتان ابراهيموفيتش لما انتقل للبي اس جي نفس الموضوع. السكاي ايطاليا جابت له 4 الانتدابات او ال5 الانتدابات، كل مره يقول لك انا بالنسبه لي جاي عشان احقق احلامي في كل نادي. نفس الموضوع اي لعيب يا محمد بينتقل من نادي لنادي كبير بيقول لك انا طموحاتي ليه. كاسانو قال لك انا من صغري انا بشجع نادي الانتر، ولما راح نادي روما قال لك انا كنت بحلم اكون في نادي روما بالظبط. ولما انتقل يعني هي بص طبيعه بتتقال من اللعيبه، والتيشيرت بالنسبه له هو رقم 1 ويقدر يقدم. لكن امكانياته الفنيه انا شايف انه زايد جدا، ومقدم شغل كويس جدا مع نادي الانتر. على المستوى الفني عامل طفره كويسه في النواحي الهجوميه بالنسبه للانتر، عامل كمان حته في صناعه اللعب واحراز الاهداف لم تكن متواجده في الميلان الموسم الماضي. عشان كده اعتقد ان كاسانو من اضافه كبيره جدا. صراحته بيقدروا يتعاملوا مع النقاد، بيقدروا يتعاملوا مع المدربين. يمكن اخر مشكله كانت بينه وبين انطونيو كونتي من 3-4 ايام، وبعدين الانتر قفل الموضوع، ومرتي نفس الموضوع. ستراماتشوني قال لك احنا ماشيين في طريقنا، اللي عاوز يرد ويتكلم الكلمه بين انطونيو كونتي وانيلي. زي ما